سعيد لي مساكم. جايكم اليوم بتشكيلة مقبلات جديدة. شوفوا شو معنا اغراض. هلا عندنا البندورة، تبولة كلكم بتسوي تبولة، بس يعني بحاول اقدم لكم اياها بطريقة جديدة شوي. قصينا البندورة، حفرناها، هلا بنحط التبولة بقلبها وبندوق لكم اياها. وعندنا هون نسوي لكم شوية كرنبة، كوسة رح نحط لكم بقلبها شوية متبل، وهون باقي الاغراض بهديلا، سلامي، جبنة صفراء، زيتون، فليفلة، مخلل، بندورة. يلا شرفوا هاي التبولة. في ناس بيحبوا التبولة حامضة، في ناس بيحبوها حمض قليل شوي، حسب الرغبة بقى التبولة. تكة من عندي ما دخلكم فيها انتو، عشان ما حدا يقول لي ما بنحط برغل زيادة، بس هيك رشة برغل زيادة على الوش. هي وهلا رح نسوي لكم كنبة أساسية تحت. هلا عنا هون رح نسوي صنفين نحن كنبة. هلا بنحط دائرة كاملة رح يطلع الزوايا فاضية. نتحايل عليها نحن الدائرة. نحطها هيك. نحط لها شي في النص. عشان يطلع كل القطع وصل الحشو. لما تعرف مع المحلتيلا جبنة السائلة طيبة. بس بدنا نزودها نحن مشان ما تصير تفلت. شريحتين بندورة. شوية مخلل. هذا خبز توست شيء؟ خبز توست ما في شيء عادي. في ناس تحب الخبز التوست الابيض، في ناس تحب الخبز الاسمر. كله بيمشي حاله. هلا عم السلامة هون. تحبوا السلامي بتفضلوا ممكن الحبش المدخن كمان بصير. بمشي لا مثلا بتكون كمان بيمشي حالها. مرتين خس. شوية جبنة مرة ثانية بس مشان تمسك حالها. هيك قفلنا لكم صنفين كنبة. هلا في ناس بيقطعوها بعدين بيحطوا العواد، انا بحب احط العواد بعدين اقطعها مشان يضل محافظة على الحجم وعلى القياس. مثلا بدك اياهم على 4 على 6. كثير كله فوق بعضها. حبايبي هي شرحنا الخيار بقشر البطاطا. رح نعملها مثل لفايف السوشي بس مو سوشي يعني. نحط لها لبنة هلا. رح احط لها فلفله ملونه، انتم تحبوا تحطوا لها شغله اختياريه. حبايبي هي الكوسه كمان شرحناها تشريحه بالقشرة البطاطا وقلتها تشويحه بسيطه على القلايه. هاي رح اعمل لكم اياها بالمتبل. هاي كوسه حفرناها شوي منها مثل كاسه، عملت لها سلقه بسيطه على النار. نعمل لها كمان مقبلات. هلا حاعمل لها لبنه انا، بس انتم شو بتحبوا تعملوها. هاي شويه مقبلات صاروا بين ايديكم جاهزين وسلسين. شويه تعب بس ببيض الوش. تفضلوا شوفون، جربون وادعوا لي ان شاء الله، واقترحوا علينا شو نسوي لكم المره الجايه. ضلوا بخير.